تقع قرية قفايت في الجهة الشرقية من المملكة المغربية، حيث تبعد عن مدينة جرادة بحوالي 30 كيلومتر وعن مدينة وجدة بحوالي 100 كيلومتر. وتعتبر قرية قفايت المورد الأساسي للفلاحة بالنسبة لإقليم جرادة، نظرا لما من الله عليها من مياه متدفقة، وشكلت منذ قرون عامل استقرار بالنسبة لساكنتها المتكونة من قبيلتين رئيسيتين: قبيلة الحمزاويين وهي قبيلة عربية تنتمي إلى الأدارسة، وقبيلة البخاتة وهي خليط من القبائل الأمازيغية وحتى العربية التي تعايشت من الأمازيغيين. إن تواجد هاتين المكونين السوسيولوجيين داخل قفايت خلق نوعا من العلاقات الإنسانية النبيلة بين جميع شرائح السكان، وزرع نوعا من قيم التعاون بين فلاحيها من قبيل تويزة ودارت، وأشكالا أخرى من التضامن إبان السراء والضراء. لكن نوحظ في بداية ستينيات القرن الماضي بروز نوع من الصراعات تحمل طابعا قبليا وظهور تشنجات جماعية من هذا الطرف وذاك. والسؤال المطروح هو: هل هي صراعات حقيقية أم هي أوهام من الصراعات؟ ومن يغذي هذه الصراعات ومن يستفيد منها؟ بعد حصول المغرب على الاستقلال وخلق إدارات ترابية المتمثلة في الجماعات المحلية وسن قانون إصلاح الزراعي من خلال تقسيم الأراضي على الفلاحين، تأسست في قرية قفايت نخبة من الأعيان بدأت تتحدث باسم قبيلة حمزاويين، استغلت قربها من السلطة وتحالفت مع المخزن ضدا على التصور العام الذي تبنته الحركة الوطنية، خاصة جناحها اليساري التي كانت تراهن على تقسيم الأراضي على الفلاحين الصغار من أجل خلق برجوازية صغيرة تكون موالية لها سياسيا ونقابيا، عكس المخزن الذي راهن على إعطاء الأراضي إلى مجموعة من الأعيان لخلق تحالفات وولاءات داخل البادية المغربية موالية للسلطة المركزية، على اعتبار أن مركز سكن الساكنة المغربية كان يتمركز داخل القرى أكثر من 70%. هكذا قامت هذه المجموعة بتقسيم الأراضي العرشية على المقربين، بل أكثر من هذا قامت بتوزيعها على أشخاص خارج الجماعة السلالية ينتمون إلى قبيلة بني وكيل وولاد سيدي علي، لخلق جيوش انتخابية موالية لها داخل الجماعة الترابية. إن كل هذه الممارسات من طرف هذه الفئة داخل قبيلة الحمزاويين، والتي لا تمثل إلا نفسها ومصالحها الذاتية، حشرت وراءها الفلاحين البسطاء من القبيلة الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الصراعات الوهمية، من خلال تخديرهم وجعل قبيلة البخاتة كعدو، وذلك لخلق إجماع حولها باعتبارها الممثل الوحيد المكلف بالحفاظ على مصالح القبيلة، وهكذا استمرت في تكريس مصالحها الضيقة. إن الإجماع الحاصل قسرا وتمويها في جبة قبيلة الحمزاويين حول هذه الصفة الانتهازية، حيث ظهر من الجانب آخر بروز نخبة أكثر انتهازية داخل قبيلة البخاتة تحمل شعارات واهية من قبيل استرجاع الأراضي، وأن الحمزاويون جزائريون وأنهم تطاولوا على أراضيهم. كل هذا أجج النفوس وخلق التفافا حول هذه النخبة الصاعدة، مما خلق تشنجات وصراعات جوفاء وصدامات فردية وجماعية. إن تواجد هاتين الفئتين ضيع على قرية قفايت سنوات من التنمية وتكثيف الجهود من أجل الرقي بالبلدة بدل تنهية الساكنة بخطابات وهي، بينما هاتين المجموعتان تستمران في الحفاظ على مصالحهم الذاتية المترابطة، وتلتقيان موضوعيا في تكريس هذه المصالح، وأن كل طرف يحتاج إلى الآخر. ومع بروز الوعي داخل القرية في ظل تغيرات وطنية، وخاصة
محلية مع رجوع فئة كبيرة من حاملي الشهادات إلى البلدة، وتغير أنماط الإنتاج الاقتصادي، ومغادرة فئة كبيرة من شباب جافيت إلى إسبانيا من أجل العمل، وبروز نوعا من الاستقلالية السوسيو-اقتصادية تكرس نوعا من الأسئلة النقدية عن فحوى هذه الصراعات وأهدافها ومن المستفيدين منها. وإن كشفت الشمس الحقيقة وظهر للعيان مدى انتهازية هاتين الفئتين اللتين ستعيشان في المرحلة الآنية حالة من الاحتضار، لكن المشكلة تكمن في النخبة البديلة، لأن ما يلاحظ خاصة داخل جماعة البخاتة، حيث أن الشعارات التي رفعتها هذه المجموعة ضد الحمزويين والتي أوصلتها إلى صناعة القرار داخل الجماعة لم تتحقق على أرض الواقع، مما أنتج لها حاليا معارضة داخلية تتهمها بالتخاذل وبالتخلي عن الشعارات المرسومة. لكن المشكلة تكمن في أن هذه الفئة تروم الوصول إلى قيادة المجلس الجماعي بشعارات تبدو جذرية واللعب على عاطفة الأراضي العرشية. إنهم كأمراء الحرب، فهم يتخذون شعار العداء للحمزويين للتسلح والوصول إلى مآربهم، مما سيوصل إلى إعادة إنتاج نفس المسار وبالتالي ضياع الوقت بالنسبة لساكنة جماعة البخاتة. إن إقليم زرادة يمتلك مؤهلات حقيقية، والفلاحة تعتبر جزءا من هذه الإمكانات نظرا لتواجد فرصة مائية ذات احتياط استراتيجي كبير، كما أن مجموعة من المستثمرين على أهبة الاستعداد لولوج مجال الاستثمار الفلاحي، لكن عدة معيقات تقف حاجزا دون هذا الهدف من قبيل طبيعة العقار الفلاحي، باعتبارها أراضي ذات ملكية جماعية لا تستثمرها هاتين الفئتين لتكريس تخلف الوقوف حجر عثر أمام كل تطور يبقيهما في مزبلة التاريخ. إن تبني الطرح القبلي هو رؤية متخلفة تنم على عقليات ضاربة في عمق الانحطاط والانقسامية قبل حداثية، لذا مطلوب من الفئات المتنورة داخل القرية إلى تكريس ثقافة جديدة قوامها العمل على الجاد وإيجاد بدائل اقتصادية تنهض بالمستوى المعيشي للساكنة، وتنظيم لقاء يجمع كل أطر البلدة لبلورة تصور تنموي حقيقي يستند إلى الإمكانات والمؤهلات، والعمل على ولوج عمل وإنتاج الفعل السياسي بدل ترك هذه الأميين وأشباه الأميين يعيثون فيها فسادا.